المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب المغرب في منافسة شريفة كلها داخل الرياضة عربية على ميدالية برونزية ثالث الأولمبياد في باريس، بالتحديد في مدينة نانت وعلى استاد نانت وتحت أنظار مصطفى محمد يوم الخميس بإذن الله تعالى في 6 مساء على قنوات بي ان سبورتس. يا جدعان، المباراة اللي قبل كده بين مصر والمغرب كانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وكانت انتهت بفوز المنتخب المغربي على المنتخب المصري بعد تسجيل هدف ولا أجمل ولا أروع من محمود صابر قبل ما يطرد في الدقيقة 17 ويسيب المباراة، ومن بعدها ميكايلي يقدر ان هو يجر المنتخب المغربي معاه لمعركة بدنية. فهل يتحقق الحلم ويعدي منتخب مصر منتخب المغرب، ولا منتخب المغرب هيكمل ويأكد على التفوق بتاعه ويفوز بالميدالية البرونزية؟ كل ده هنعرفه أكتر إن شاء الله بإذن الله غدا الخميس بعد نهاية المباراة في 8 مساء أو ما بعد ذلك، حتى امتداد المباراة لوقت إضافي إن قدر لها. تابعوني، اشتركوا في القناة، اعملوا لايك للفيديو، افتحوا جرس التنبيهات وشيروا الفيديو لكل الناس علشان نقول لكم التشكيلة المتوقعة سواء كان لمنتخب مصر أو منتخب المغرب. فأهلا بكم وشكرا.